وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى تعمدت أن أستهل حلقة الليلة بها لأبشر من شرفه الله جل وعلا هذا العام بحج بيته الحرام. هل هيأتم قلوبكم وعقولكم للبشرى؟ هل هيأتم القلوب والعقول للبشرى؟ هيا عطروا المكان الذي تجلسون فيه الآن وزكوا ألسنتكم بالصلاة والسلام على حبيب قلوبنا ونبينا صاحب الجبين الأزهر وصاحب الوجه الأنور الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. فوالله إنها لبشرى عظيمة. رأت أخت صالحة لا نزكيها على الله جل وعلا هذه الرؤية، وأقسمت بالله تبارك وتعالى على ذلك، ورأتها في بيت الله الحرام. غفت هذه الأخت إغفاءة يسيرة وهي تجلس في بيت الله الحرام، تقسم بالله أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين باب الكعبة، بين هذا الباب الذهبي وبين الملتزم، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وظهره للكعبة ووجهه للطائفين حول بيت الله الحرام. تصور معي وعيش بقلبك وكيانك هذا المشهد الجليل. الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم لنا الأخت بالله أنها رأته بين الباب والملتزم، ظهره للبيت ووجهه للطائفين حول بيت الله الحرام. ثم هو صلى الله عليه وسلم ينادي على هذا الحقير الفقير باسمي ويقول لي: يا محمد يا حسان بشر الركبة بالقبول. الله 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 الله. يا فلان بشر الركبة بالقبول، أبشر أبشر. والله لقد بشرت إخواني وأخواتي في عرفة وفي المناسك كلها، وقلت لهم: أنا ألمح هذا العام منحة خاصة ومكافأة ربانية مميزة لكل من حج بيت الله الحرام هذا العام. بشرت إخواني بذلك في يوم عرفة، وبشرتهم بذلك في منن، وفي جل محاضراتي كنت أتعمد أن أبشر الحجاج هذا العام بهذه المنحة الربانية الخاصة. هذا العام على وجه التحديد تبرز فيه خيرية من حج بيت الله، وتتجلى فيه خيرية أمة سيدنا رسول الله. لماذا؟ لأن من حج البيت هذا العام جاء متحديا هذه الحرب الضروس وهذه الحرب الشرسة التي أعلنت بقوة وضراوة